ايه؟ انت كويسه يا بنتي؟ بقالي ربع ساعه برزع على الباب، كنت هكسره. قلقت عليكي. هي الساعة كام؟ الساعه 11 والدنيا مقلوبه عندك في الجامعه وانت نايمه مش دريانه بدنيا. ايه اللي بيحصل في الجامعة؟ قبضوا على ايمان السعداوي. أنا ماليش دعوة بفضيحة إيمان السعداوي. أنا كنت بحاول للست فلوس في صورة دعم عيني للجامعة، وده الاتفاق اللي ما بيني وما بينها. ماشي، انا باكد عليك بس عشان لو النيابه طلبت تسمع اقوالك. الموضوع عمال يوسع واسامي رجال اعمال كبار وناس كتير عماله تيجي في الرجلين. الله، ما أنت المحامي تقول لي أعمل إيه؟ ولا أنت كل اللي بتعمله إن أنت تبلغني بالمصيبة وخلاص؟ انا بفهم حجم الموضوع عشان نعرف ناخد قرار مع بعض. اهم شيء دلوقتي حضرتك تعمله ان كل الحسابات الشخصيه ما يحصلهاش اي اختراق زي ما حصل مع حسابات ايمان السعداوي. دكتور صلاح، انت هتلبس ازرق مع ماما ايمان. ادي التحويلات اللي رايحه لموردين الادويه. بس الارقام دي ما تجيبش كيس بوزو من الكشك. أدوية منتهية الصلاحية بيشتريها برخص التراب وبعدين يحطها على فواتير المرضى بسعرها الأصلي. بس ده اللي خلصك انت ونادين عشان تدوه في داهيه، مش كده؟ بس زي ما اتفقنا احنا عايزين نلعبه لحد ما نخرج كوكا. وبعدين نشوف هنخرب بيته ازاي. هو انت حابسني هنا ليه؟ انا عايزه اخرج. بليز صلاح. هانت، كلها يوم ولا اتنين مش هتحتاجي تخرجي من هنا أبدا. بالعكس، هتقولي لي أنا عايز أستنى هنا على طول. تديتني ايه؟ حاجة هتخليكي مبسوطة، مش هتحسي بحاجة خالص. أنا مش عايز أهدده بس بالورق والحسابات اللي معايا، أنا عايزه كمان متصور وهو بيخطف كوكا. تصور فين؟ صور في المستشفى. أكيد المستشفى فيها كاميرات وأكيد صورت البنت وهي بيدخلوها جوه. هدخل على الكاميرات دي ازاي؟ يعني واحد زي صلاح يزن أكيد كاميرات المستشفى دي كلها موجودة على موبايله. طيب احنا كده مفيش غير اللي جنبك تكلمه، ترغي معاه، تبعت له بجايه، تركب من تليفونه. طب جامد. أنا عايز الراجل ده يتحاسب على كل حاجة عملها. هيتحاسب. انت عارفة ايه اللي يأكد لك اني حبيتك بجد؟ الحقنة دي هي نفس الحقنة اللي بتاخدها مراتي كل يوم في سويسرا. الو، أكيد حفظت صوتي من كتر الفيديوهات اللي بعملها عنك. عايز ايه؟ عايزك تخرج البنت. خرجها وبعدين نتعامل أنا وأنت ونتقابل راجل لراجل. انت فاكر ان انت هتكلمني وتسجل لي المكالمة بالاعتراف اللي انت عايزه؟ ارتاح، انا مش بالسذاجة دي. لا أنا مش بتاع تسجيلات، وبعدين كده كده النيابة ما بتاخدش بالتسجيلات طالما إن مفيش إذن. بس النيابة هتفرح قوي من بيانات حساباتك اللي معايا. يعني مثلا تحويلاتك لموردين أدوية بعشر الثمن، على تحويلات الدكتورة إيمان، على تحويلاتك للمصحة بتاع سويسرا اللي انت حابس فيها المدام. كل ده منور موبايلي دلوقتي. ولو مش مصدقني انا هبعت لك دلوقتي لينك عليه كل الحاجات اللي عندي، شوف وتأكد بنفسك.
ها قلت ايه؟ خرجها يا دكتور وحاجه قصاد حاجه. ولا ليه اللي يضمن لي الكلام ده؟ وايه اللي يضمن لنا انه ما يكونش بيجرك لحد عنده بعد كده يعمل فيك حاجه يا يوسف؟ انت متخيل الراجل ده عقله ممكن يوديه لحد فين؟ انا وهشام هنقلب موبايله على كاميرات المستشفى دلوقتي، وهنثبت بالدليل ان هو خطف البنت، وهنروح نعمل محضر وبالسلام. طب خلي بالك من نفسك. ماشي. شفتي بقى انا وانتي لما بنبقى مع بعض بنعمل فرق ازاي؟